فيلمنا بيبدأ مع طفل اسمه أليكس وهو نايم في أوضته وبيصحيه أخوه توني من النوم علشان يجهزه للمدرسة. وبمجرد ما بينزل أليكس من سريره بيتزحلق وبيقع، وبعدها بيعرف من على النت إن حفلة عيد ميلاد صديقه فيليب هتبقى بكرة، وبيعرف كمان إن هتبقى حفلة كبيرة ومليانة فقرات كتير. فبيتضايق أليكس جدا، وده لأن حفلة عيد ميلاده هو كمان بكرة، وبيستنتج إن كل أصحابه هيروحوا حفلة فيليب ومحدش هيجي حفلته. وبنروح لبن والد أليكس وهو في المطبخ بيحضر لهم الفطار، وبنعرف إن بن فقد وظيفته من 7 شهور، ومن وقتها وهو قاعد في البيت علشان يربي تريفر أصغر واحد في ولادهم. وبتبقى زوجته كوبر هي اللي بتشتغل حاليا وبتصرف على البيت، وبتسأله كوبر عن اللي هيعمله النهارده، فبيقول لها بن إنه هياخد تريفر ويروحوا درس اليوجا سوا. وبنروح لإيميلي بنتهم الوحيدة وبنشوفها وهي واقفة قدام المراية وبتعمل بروفا علشان تستعد لدورها في مسرحية المدرسة، وبيقطعها أليكس لما بيدخل الحمام علشان يغسل وشه، وبيكتشف إن في لبانة لازقة في شعره، ولما بيحاول إنه يشيلها بيفشل، فبيضطر وقتها إنه يقص شعره. وبعدها بتتجمع الأسرة كلها على الفطار، وبيكون أليكس متضايق جدا وبيحكي لهم عن حفلة عيد ميلاد صديقه، فبيطمنوا والده وبيقولوا إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يخلي حفلته تبهر صحابه. وبعدها بتتشغل باقي العيلة مع تريفر، ومحدش بيهتم بأليكس ولا مشكلته. وبيقوم توني من على الفطار علشان يروح مدرسته، وبيعتذر لأليكس إنه مش هيقدر يبقى موجود بكرة بسبب حفل تخرجه من المدرسة الثانوية. وبتقول إيميلي إن هي كمان مش هتبقى موجودة بسبب عرض المسرحية بتاعتها، فبيتضايق أليكس جدا إن محدش بيهتم بمشاكله ولا بيحب يسمعه. وبعدها بيخرج أليكس من البيت علشان يروح للمدرسة، وبنشوف صديقته بيكي وهي مستنياه، لكنه بيتخبط وبيقع قدامها على الأرض، وبيفضل طول الطريق محرج منها. وبيوصل أليكس على المدرسة، وهناك بيكتشف إن صديقه إليوت ركب وشه على جسم بنته وبعتها لباقي زمايلهم في المدرسة. فبيتضايق أليكس جدا وبيتمنى إن محدش يشوف الصور دي، لكنه بيفهم من نظراتهم إن كلهم شافوها. وبعدها بيحكي أليكس لصديقه المقرب وبيقول إنه تقريبا محدش غيرهم هما الاتنين اللي هيبقى موجود في عيد ميلاد بكرة. فبيصدموا صديقه وبيقول إنه هو كمان مش هيجي، وده لأنه متحمس لحفلة عيد ميلاد فيليب أكتر. وبنروح لبن وهو في درس اليوجا، وبتكون المدربة معجبة بيه، وده لأنه تقريبا الأب الوحيد اللي بيحضر معاها، والباقيين بيبقوا كلهم أمهات. فبيشكرها بن، وأثناء ما هما بيتكلموا بيجيله اتصال من شركة وبيعرضوا عليه وظيفة جديدة، فبيفرح بن جدا وبيحدد معاهم ميعاد المقابلة. وبعدها بنشوف كوبر وهي بتدير اجتماع في شغلها، وبعد ما بتخلص بتقول لها المديرة إن لو الكتاب اللي هم هينشروه ده نجح هترقيها لمنصب نائب المدير. فبتفرح كوبر جدا وبتتحمس للترقية. وبنروح لأليكس وهو في فصله وبيديلهم المدرس واجب، واللي بيبقى عبارة عن إن كل طالب فيهم هيتكلم عن بلد معينة. فبيطلب أليكس إنه يتكلم عن أستراليا، وده لأنه بيحبها وعنده معلومات كتير عنها، لكن المدرس بيرد عليه وبيقول له إنهم هيعملوا قرعة وكل واحد على حسب البلد اللي تطلع له. وبيعمل مدرس القرعة وبتطلع لأليكس دولة جيبوتي، وبعدها بيعمل مدرس لباقي الطلاب وبيطلع لفيليب أستراليا. فبيتضايق أليكس جدا، خصوصا لما المدرس بيرفض إن هم يبدلوا سوا. وبيجي وقت حصة العلوم وبيروح الطلاب للمعمل، وهناك بيتكلم أليكس مع بيكي وبيطلب منها إنها تحضر حفلة عيد ميلاده، لكنها بتحرجه وبتقول له إنها رايحة حفلة فيليب. وأثناء ما هما بيتكلموا بيمسك الكتاب اللي في إيده في شمعة وبيتحرق، وبيبدأ المعمل كله يتحرق لحد ما بيجي المدرس وبيطفيه، وبعدها بيزعق لأليكس إنه مستهتر. وبيخلص اليوم الدراسي وبيروح أليكس على بيته، وهناك بتتجمع الأسرة كلها على الغدا، وبيبدأ كل حد فيهم إنه يحكي عن يومه. وبتقول إيميلي إن المدرب مبسوط من أدائها جدا، وإنه شايف إنها أكتر واحدة مناسبة للدور ده. وبيحكي توني وهو مبسوط وبيقول لهم إنه متحمس جدا لتاني يوم، وده لأن عنده حفلة التخرج، وكمان هتبقى معاه حبيبته سيليا، وبعد الحفلة هيروح يستخرج رخصة القيادة بتاعته. وبعدها بتتكلم كوبر وبتقول لهم على الترقية اللي وعدتها بيها المديرة، وبيحكي بين هو كمان عن يومه وبيقول لهم إنه أخيرا لقى وظيفة جديدة. وبيسألوا أليكس عن يومه، وبيبقى الوحيد اللي متضايق بسبب الحريقة والصور وكل اللي حصل في المدرسة. فبيوعدوا والده إن حفلة عيد ميلاده هتنسيه كل ده، لكن أليكس بيصدمهم وبيقول لهم إنه قرر يلغي الحفلة بعد ما كل أصدقائه قالوا إنهم مش جايين. وأثناء ما هو بيتكلم بتتشغل الأسرة مع تريفر ومحدش بيركز معاه كالعادة. وبالليل بيطلع أليكس علشان ينام، وبيكون أخوه توني نايم على السرير اللي جنبه، فبيقول له أليكس إنه متضايق وحاسس إنه محدش بيحبه. فبيطمنه توني وبيقول إنه هو بيحبه جدا، لكن بعدها بيكتشف أليكس إنه توني بيتكلم في التليفون وإنه كان بيقول الكلام ده لحبيبته سيليا مش ليه هو. فبيتضايق أليكس أكتر وبينام. وفي نص الليل بيقرر أليكس إنه يحتفل بعيد ميلاده لوحده، فبيحط شمعة في الآيس كريم، وبيقول إن أمنيته هي إن عيلته تحس بيه وتفهم يعني إيه حد بيعدي بيوم وحش. وبعدها بيطفي أليكس الشمعة وبيروح علشان ينام. وتاني يوم بيصحى من النوم لوحده، وبيكتشف
وبيكتشف ان عيلته راحت عليها نومه، فبيجري أليكس عشان يصحيهم، وبيشوف قدامه إيميلي اللي بتكون صحيت واكتشفت ان عندها دور برد شديد لدرجه انه مأثر على صوتها وشكلها. وبيجري أليكس على اوضه والده ووالدته واللي بيصحوا من نومهم مخضوضين، وده لان عندهم حاجات مهمه لازم يحضروها. فبتجري كوبر عشان تجهز لشغلها، وبيروح بين هو كمان يجهز، وبيضطر انه ياخد تريفر معاه، وده لان المربيه اعتذرت على اخر وقت. في نفس الوقت بيبدا توني انه يستعد لحفله تخرجه، وبيتصدم لما بيلاقي وشه كله مليان حبوب. وبتاخد كوبر عربيتها عشان تلحق الشغل، لكن بتتفاجئ انها عطلانه، فبترجع البيت تتخانق مع إيميلي، وده لانها سابت نور العربيه شغال طول الليل. وبتطلب من بين انه يوصلهم كلهم، فبيوافق، وبيخلي توني هو اللي يسوق علشان يستعد لاختبار القياده بالليل. وفي الطريق بيبقوا كلهم متوترين جدا بسبب اللي بيحصل، ما عدا بن اللي بيكون شخص متفائل وبيطمنهم ان اليوم هيبقى حلو اكيد. وبيوصل أليكس وإيميلي على مدرستهم، وبعدها بشويه بيوصل توني هو كمان على المدرسه بتاعته، وبيتصدم لما بيلاقي صديقته سيليا انفصلت عنه. وبنروح لكوبر اللي بتوصل على شغلها، وبتتفاجئ ان الكتاب اتطبع وطلع فيه 15 غلطه، وبتقول لها المديره ان الكاتب عنده حفله للاطفال وهيعرض فيها كتابه. فبتجري كوبر على مكان الحفله عشان تلحقه وتعتذر له عن الاخطاء الاملائيه اللي حصلت. وبنرجع لأليكس اللي بيعرف من صديقه ان حفله عيد ميلاد فيليب اتلغت بسبب انه اتصاب بالجدري. فبيفرح أليكس جدا وبيقرر انه يرجع يحتفل بعيد ميلاده، وبيتصل بوالده عشان يلحق يجهز كل حاجه، وبيعرفه ان في اكتر من 50 طفل هيحضروا الحفله. وبعدها بيقابل أليكس اخته إيميلي اللي بتكون متضايقه، وده لان المدرب منعها من حضور اخر بروفا بسبب مرضها. وفي الوقت ده بيكون توني عرف يصالح سيليا ورجعوا لبعض من تاني، لكنه من الفرحه بيوقع دولاب الجوائز اللي موجود في المدرسه، فبتاخده المدرسه عند مكتب المدير علشان يعاقبه. وبنرجع لكوبر اللي بتوصل للحفله متاخر، وبيكون الكاتب متضايق جدا بعد ما قرا كل الاخطاء الاملائيه دي قدام الاطفال وعائلاتهم. وفي نفس الوقت بيكون بن وصل لمقابله العمل، وهناك بيبقوا مبسوطين جدا بيه وبخبرته في الشغل، لكن لما بيشوفوا ابنه الصغير معاه بيمشوه، وبيقولوا ان هم لو احتاجوه هيتصلوا بيه. وبيروح بن علشان ياخد توني من مكتب المدير، وبعدها بيجيب إيميلي وأليكس هم كمان من مدرستهم، وبتتجمع الأسرة كلها وبيروحوا مع توني على اختبار القيادة. وهناك بياخد توني عربية والده، وبتركب معاه واحدة عشان تقيم سواقته. وفي الأول بيكون توني سايق كويس لحد ما بتتصل بيه سيليا، ولما بيرد عليها بتزعق له الست، وبتقول له إنه ما ينفعش يتكلم في الموبايل أثناء السواقة. فبيتوتر توني جدا لدرجة إنه بيخبط العربية، وبسبب اللي حصل مش بياخد الرخصة. وبعدها بتبدأ العيلة كلها إنها تتخانق مع بعض، وبيحمل كل واحد منهم أخطائه للتاني. فبيوقفهم أليكس وبيعتذر لهم، وبعدها بيصارحهم إنه كل اللي بيحصل ده بسببه هو، وده لأنه اتمنى لهم امبارح إن يومهم يبقى وحش عشان يقدروا يحسوا بيه بعد كده. فبيطمنهم بن بالرغم من كل اللي حصل، وبيطلب منهم إنهم يحاولوا يخلوا باقي اليوم سعيد. وبعدها بتروح العيلة كلها على مسرحية إيميلي، والمفاجأة إن إيميلي بتتعب أثناء العرض، وبتبدأ تعمل حركات غريبة لدرجة إنها بتوقع ديكور المسرح، وكل ده بسبب كمية الدواء اللي شربتها. فبتبوظ المسرحية، وبتدخل عيلتها عشان تواسيها، لكن إيميلي بتتعب أكتر. وبعدها بشوية بيجي البنت تليفون من مكتب العمل اللي كان فيه الصبح، وبيقولوا له إنهم عايزين يقابلوه تاني بعد شوية. فبيجيب له أليكس قميص من ملابس شخصيات المسرحية عشان يغير بسرعة. وبعدها بتتحرك العيلة من تاني، وفي طريقهم بيعدوا على سيليا علشان ياخدوها معاهم، وبتفضل طول الطريق متفاجئة بمنظرهم. وبتوصل العيلة على مطعم، وهناك بيقابل بن فريق العمل، وبيبقوا مبسوطين بيه وبشخصيته جدا، لحد ما النار اللي قدامهم بتمسك في بن فبيتحرق قميصه. وبعدها بيخرج بن من المطعم وبيبقى متعصب جدا بسبب كل اللي عدى بيه في يومه. فبيهديه أليكس وبيقول له انه فاهم كويس يعني ايه حد يمر بيوم وحش، وبيطمن والده ان اليوم ده اكيد هيخلص، وان الايام الوحشه هي اللي بتخلينا نقدر ننبسط بالايام الحلوه. وفي الوقت ده بيقرر توني انه يقضي اليوم وسط عيلته، وانه ما يروحش حفله تخرجه. وبيعتذر لسيليا وبيقول لها انه مش هيكمل معاها، وده لانها مش بتقدر عيلته وبتعتبرهم مجانين. وبترجع العيله على البيت، وبيتفاجئوا بتمساح موجود في الصاله عندهم، فبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيشوفوا قدامهم المسؤولين عن تنظيم حفله عيد الميلاد. وبيعرف أليكس ان والده ووالدته جابوا له اشهر الانواع من حيوانات استراليا في البيت عشان يتبسط. فبيشكرهم أليكس جدا، واثناء ما هما بيتكلموا بيهرب الكانجارو من صاحبه، وبيخرج بره الفيلا. فبيجري بين وراه لحد ما بيمسكوه وبيرجعوه للبيت من تاني. وبالليل بتتملي الحفله باصدقاء أليكس، وبيجي اتصال لبين وبيعرف انه اخيرا اتقبل في الوظيفه وهيرجع يشتغل من تاني بعد 7 شهور. وفي نفس الوقت بتتصل مديره كوبر وبتبلغها ان سبب الخطا المطبعي اللي حصل ناس كتير شافت الفيديو، وعشان كده مبيعات الكتاب هتزيد جدا. وفي اخر المكالمه بتعرفها انها اترقت لمنصب نائبه المدير، فبتشكرها كوبر، وبعدها بترجع هي وبين لولادهم وبيبداوا الاحتفال سوا. وبنشوف أليكس وهو فرحان وبيرقص مع الفرقه، والاول مره بيبدا يقدر اي يوم وحش بيعدي بيه، وبيحس بقيمه اي يوم يقضيه وسط عيلته. الفيديو ده كتبته إيمان ماهر وسجلته أمل عقيل ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.